يا مساء الفل. النهاردة هنجهز أول تجهيزات رمضان، وأول تجهيزات رمضان بالنسبة لي هي اللي أنا أعمل الهريسة الحمراء المدخنة. طبعا عارفين إن هي غالية جدا برا، وإحنا بنحتاجها كتير في الطواجن وفي الطبيخ وفي الأكل وفي الشرب وفي كل حاجة. فأنا بحبها جدا. تعالوا شوفوا طريقتي فيها، وطريقة ناجحة فيها 100%، وهتحبيها وهتعتمديها على طول في بيتك. شايفين القوام عامل ازاي؟ شايفين الشكل عامل ازاي؟ بمنتهى السهولة، سهلة جدا 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 فما تتصوري. تعالوا نبتدي ونشوف احنا هنعمل كمية قد ايه. احنا هيبقى معانا حوالي 2 كيلو من الفلفل الأحمر، كيلو حامي أو كيلو حار، وكيلو فلفل بارد زي ما انتوا شايفين أو رومي أحمر. وهنبتدي بقى غسلناه غسلة كويسة وشلنا الحتة الخضراء اللي من فوق دي، وهنبتدي ونسيبه يتصفى كويس، ونبتدي نرصه في صاج عادي جدا زي ما احنا شايفين. هنرص الكمية كلها اللي عندنا. ده عمل معايا حوالي، الكمية دي عملت معايا حوالي صاجين، وعملت معايا 2 برطمان من اللي انتوا شفتوه زي ما انتوا شايفين كده. وهبتدي بقى احط حوالي 2 طماطم متقطعين زي ما انتوا شايفين، وحوالي من 5 ل6 فصوص توم. وهدخل الكلام ده كله على الفرن على الشواية، وهبتدي اول ما تاخد وش اديها الوش التاني كده. دي الكمية بتاعتي، شايفين انا عايزة بالدرجة دي. هيبرد تماما. اول ما يبرد تماما هبتدي على الكبة بتاعتي، على الخلاط بتاعي، واحط نص كوباية زيت لكل كيلو فلفل، ومعلقة ملح، ومعلقة سكر، ومعلقة بابريكا، وشطة زي ما انتوا عايزين. انا بديها التتبيلة بتاعتها التمام. معاكي معلقة صلصة كبيرة ماشي، معلقة صلصة انت عاملاها في البيت ماشي، واضربيها كويس في الخلاط، وتتحفظ في الفريزر لمدة 3 شهور، وتبقى بالقوام. كل مرة تطلعيها هتبقى أحلى من المرة اللي قبليها زي ما انتوا شايفين. المعلقة منها بتخلي وش للأكل تحفة جدا، بتحطيها في كل حاجة. وبالهنا والشفا، وانتظروني في فيديوهات تانية مع هنا سمير.